مساء الخير. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الدرس التاني في الوحدة الأولى، والدرس ده بيتكلم عن أخلاقيات المعلومات أو ال Information Ethics. الدرس ده بالذات عشان هو درس مهم، فأنا هشرحه من كتاب المدرسة. نكبر بس الصفحة. مش هشرحه وايت بورد. تمام. عندنا أول حاجة عايزين نعرفها يعني إيه أخلاقيات المعلومات أو ال Information Ethics دي. في الكتاب مكتوب إنها المفاهيم والتوجيهات الأساسية اللازمة للقيام بأنشطة مناسبة في مجتمع المعلومات، هذا بغض النظر عن وجود أو عدم وجود قوانين. تمام. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة هي القواعد والسلوكيات الصح اللي لازم نمشي عليها وإحنا بنتعامل مع المعلومات، سواء بننشرها أو بنشاركها أو بنستخدمها. يعني لو جينا تخيلنا دلوقتي إن الإنترنت عامل زي الشارع العام، زي ما في قوانين واحترام للناس في الشارع، كمان في أخلاقيات على الإنترنت لازم نحافظ عليها حتى لو مفيش قانون بيجبرنا على الموضوع ده. ايه النقاط اللي لازم نراعيها عند نشر المعلومات؟ بصوا بقى، أهم القواعد اللي لازم نراعيها إن المعلومات على الإنترنت بتنتشر بسرعة جدا. يعني لو نشرت صورة أو فيديو ممكن حد ينسخها ويشاركها في ثواني، مش هنعرف نمسحها بسهولة. لأن احنا مثلا دلوقتي أنا نزلت مثلا فيديو على الفيسبوك، عمل 100,000 مشاركة، ممكن أمسح الفيديو من عندي، لكن لو في حد منزل الفيديو عنده الفيديو هيبان. تمام. يعني أنا دلوقتي عملت داونلود للفيديو ده ومش موجود على اليوتيوب بس عندي، أقدر أديه لكذا حد وهو اتشال من على اليوتيوب بس لسه موجود على النت. تمام. تاني حاجة ايه برضو، ممنوع ان احنا نشارك صورة او فيديوهات لناس تانية من غير ما ناخد اذنهم. ده بيعتبر حاجة اسمها انتهاك للخصوصية، حتى لو كانت الصور دي عادية. ليه؟ لأنها معلومات شخصية. تمام. الحاجات دي كلها تعتبر من المعلومات الشخصية، فلو ما ينفعش ان احنا نشارك صور او فيديوهات لناس تانية، لازم اول حاجة نستأذنهم ان احنا هننزل الصورة دي بتاعتهم. لو وافقوا تمام مفيش مشكلة، نقدر ننزلها. لو ما وافقوش ما ينفعش ننزلها. طب ايه هي تالت حاجة؟ ممنوع نسرب معلومات شخصية لأي شخص تاني، اللي هي personal information. زي ايه المعلومات الشخصية دي؟ رقم بطاقة، عنوان بيت، رقم تليفون. لأن ده ممكن يستخدم ضد الشخص. ممكن شخص احنا ننزل بتاع مثلا صورة بطاقته على الفيس، بنت... نت... بنت... ن- نتريق على شكل صورة البطاقة فيه، أو بنوري صورة البطاقة بتاعته للناس. فالبطاقة ذات نفسها فيها معلومات مهمة، زي ايه؟ رقم القومي، ممكن حد ياخد الرقم القومي يعمل بيه مشاكل. زي مثلا عنوان البيت بتاعه، رقم التليفون الشخص ده مثلا لو احنا خدنا الرقم بتاعه ونشرناه في جروبات. فدي ما ينفعش. ليه؟ لأنها بتعتبر تسريب معلومات شخصية personal information. عندنا رابع حاجة، ممنوع إن احنا نشارك محتوى عليه حقوق ملكية فكرية كوبي رايت، زي فيديوهات أو صور أو مقاطع موسيقى مش بتاعتنا. تمام. لازم نستأذن صاحبها قبل ما ننشرها. خامس حاجة عندنا ايه هي؟ ما ينفعش إن احنا ننتهك خصوصية الآخرين. لازم نحترم خصوصية الناس، ما نتكلمش عن حياة الناس أو ننشر صورهم من غير رضاهم. تمام. سادس حاجة عندنا، ما ننشرش كلام يجرح الناس أو نتنمر عن الناس، اللي هو التنمر الإلكتروني، السايبر بولينج. تمام. لأن الكلمة على الإنترنت ممكن تجرح أكتر من أي حاجة تانية، فبلاش التعليقات السلبية أو التنمر الإلكتروني. يبقى كده احنا أخدنا النقط اللي لازم نراعيها في نشر المعلومات على الإنترنت. تاني حاجة هنتكلم فيها النهاردة اللي هي حاجة اسمها العلامة الجغرافية، الجيو تاجينج. طب دي عبارة عن ايه؟ لما بنيجي تصور بموبايلك، الكاميرا بتسجل مكان التصوير عن طريق خطوط الطول وخطوط العرض فجوه الصورة ذات نفسها. فلما بنيجي ناخد الصورة بعد ما صورناها ونروح رافعينها على النت، ممكن حد عن طريق النت يعرف احنا متصورين الصورة دي واخدينها فين، المكان بالظبط فين، فبيكشف موقعك. زي مثلا لو انت مصور في البيت هيكشف المكان اللي انت عايش فيه، الصورة في بتاعت البيت.
يعني خطرها ان اي حد يقدر يعرف مكانك من الصورة. تمام. عشان كده خلينا حرصة في الموضوع ده. احنا هنقفل خاصية الموقع في الصور اللي بننزلها اونلاين. طب رابع حاجة هنتكلم عليها ايه هي؟ المعلومات المضللة والشائعات disinformation and rumors. دي معلومات بننزلها كذب ملهاش اساس من الصحة، وبنقعد ننزلها. في ناس بتنشر معلومات غلط او كاذبة، ممكن تكون شائعة مش حقيقية، او خبر ملفق يعني حد لبسه فيه وخلاص، يعني معمول مخصوص لتضليل الناس. لازم نفكر قبل ما تصدق او تشارك اي حاجة. هل المصدر اللي منزل المعلومة دي مصدر موثوق؟ اقدر يعني المعلومات اللي بينزلها صحيحة ولا لا؟ هل الكلام ده فعلا حصل ولا لا؟ لازم نتأكد قبل ما ننشر اي حاجة. طب ايه هي المشاكل اللي بتحدث مع الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي؟ زي ما الموبايل بيبقى ليه مميزات، ليه عيوب. تمام. فايه بقى العيوب دي؟ اول حاجة احنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا بالذات، هي المنصات اللي بتتواصل من خلالها اونلاين، زي مثلا فيسبوك، انستجرام، تيك توك، اكس او اللي هو تويتر سابقا. فده الخدمات دي بتوفر انها الافراد بيتواصلوا مع بعضهم عن طريق النت. عندنا لكن رغم انها مفيدة ليها مشاكل. زي ايه؟ يعني ايه الفوائد اصلا بتاعتها؟ يعني مثلا السوشيال ميديا ايه الفوائد بتاعتها؟ انا دلوقتي عملت صفحة، عندي منتج عايز ابيعه، انا اعمل له صفحة على الفيس وانزل المنتج ده. انزل شغلي مثلا، اعمل صفحة وانزل شغلي عليه، دي فوائد. اقدر اتواصل مع الناس، دي فوائد. طب طالما في كل حاجة ليها فوائد اكيد ليها عيوب. طب ايه هي المشاكل بتاعتها؟ اول حاجة ادمان الانترنت، انترنت ادكشن. ادمان الانترنت لما احنا بنقعد بالساعات على الموبايل لدرجة ان احنا نهمل الدراسة بتاعتنا او حياتنا اليومية. دي مشكلة حقيقية لازم الناس كلها تتحكم فيها. امتى اقعد على التليفون، امتى اشتغل، امتى ادرس. الموبايل ما يمنعنيش عن حاجة زي دي، ما يمنعنيش عن حياتي. تاني حاجة عندنا استخدام الهاتف اثناء المشي، ودي كارثة. يعني اغلب الناس بشوفهم في الشارع ماسكين الموبايل وبيتمشوا. ليه؟ هو استخدام الهاتف الذكي مش لازم يكون وقت المشي. يعني امشي في الشارع وركز في الشارع، ممكن عربية لا قدر الله تيجي تشيلك، تخبط في عمود. فالأحسن لحد ما تقف في مكان مناسب ان انت تقف فيه، اطلع على الرصيف وقف وامسك الموبايل براحتك. لكن طول ما انت ماشي في الشارع ومركز في الموبايل، ده خطر جدا وممكن يحصل بسببه حوادث كتير. تالت حاجة عندنا اللي هي السايبر كرايم أو الجريمة الإلكترونية. يعني بنستخدم الإنترنت في أعمال مخالفة للقانون، زي سرقة بيانات، اختراق حسابات، نصب أو ابتزاز إلكتروني. طب إيه المشاكل التانية اللي عندنا المشكلة اللي هي انتحال الشخصية identity theft. طب دي عبارة عن إيه؟ لما حد يعمل حساب باسمك أو يستخدم صورك أو بياناتك عشان يخدع الناس ويسرقك، دي بتعتبر انتحال شخصية. طب ايه تاني عندنا؟ تسريب المعلومات الشخصية. طب تسريب المعلومات الشخصية ده يبقى عبارة عن ايه؟ يعني حد بياخد بياناتك، زي كلمة السر بتاعت الفيس مثلا، كلمة السر بتاع اي اكونت عندك، ويروح ينشرها. او رقم البطاقة بتاعتك، رقم الفيزا لو اتنشر برضو بيستخدمها بدون اذنك، او ينشرها للناس كده، انت بتتعرض ان انت بتتسرق. فملخص الدرس كده هنقولهم سريعا. احنا عندنا حاجة اسمها اخلاقيات المعلومات، مفهوم اخلاقيات المعلومات. طب ده معناه ايه؟ ان هو السلوك الصح في التعامل مع المعلومات. زي ايه مثال ليها؟ ما ننشرش صور او معلومات بدون ما ناخد اذن من الشخص ده. تاني حاجة اتكلمنا عنها اللي هي العلامة الجغرافية. تمام. طب العلامة الجغرافية دي ايه؟ الجيو تاجنج. دي عبارة عن ايه؟ دي بيانات المكان داخل الصور. مثال ليها ممكن تكشف موقعك الحقيقي. اخدنا صورة كشفت موقعنا الحقيقي، لان الصورة بتسجل خطوط الطول والعرض. عندنا المعلومات المضللة
دي معلومات كاذبة أو شائعات، خبر غلط نزل على السوشيال ميديا عمل مشاكل بسببه. إدمان الإنترنت، ده استخدام مفرط للإنترنت، قاعد طول اليوم على الموبايل وسايب شغلك وسايب دراستك. طب انتحال الشخصية، شخص يقلدك أو يستخدم حسابك، فده حد بيفتح حساب باسمك، ده يعتبر انتحال شخصية. عندنا آخر حاجة تسريب المعلومات الشخصية، نشر بيانات سرية زي رقم البطاقة أو كلمة السر. ده كان الدرس التاني في الوحدة الأولى لسنة أولى ثانوي. انتظرونا في الدروس اللي جاية.